النهارده بقى عملنا ايه؟ عملنا سندوتشات كبده جامده جدا بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي، وعملناها بقى بالعيش البلدي وعملناها بالفينو. احلى عربيه كبده بقى النهارده هتشوفوها، بجد حلوه جدا وريحتها بتجيب اخر الشارع، حلوه جدا وطعمها جميل. بصوا بقى، بجد سندوتشات جامده، شايفين؟ وطحينه طبعا عملت طريقه طحينه معاكم قبل كده حلوه قوي، مع طبعا المخلل ده حلوه بشكل غير عادي. بصوا، اللي عايز بقى ياكلها فينو، عايز ياكلها بعيش بلدي، بجد سندوتشات الكبده والسجق من الحاجات الحلوه قوي والسهله والبسيطه اللي احنا نعملها في البيت وما نشتريهاش. نصيحه مني من الشارع، مش بتبقى يعني، هي بتبقى حلوه بس طبعا مش بتبقى مضمونه هي ايه بالظبط، لكن في البيت بنعملها بطريقه سهله وبسيطه ومش بتبقى يعني متكلفناش اي حاجه يعتبر بالنسبه للحاجات اللي بره. طبعا بقى مش هنقدر نفوت ان احنا لازم ندوق. طبعا بقى السندوتش ده بره بقى ايه، بصوا يعني بجد عاملينه في البيت حلو قوي، طبعا لازم ندوق. بجد طعمه جامد جدا، مش عايزه كل مره اقول كده. طعمه المخلل طعمه جامد قوي. بصراحه لما من ورا الكاميرا عايزين يجي يبصوا ينطوا على الاكل، بس انا اللي دقتها فاضيه شويه، لازم اكل حته يكون فيها عشان ابقى صادقه معاك. تاخد يا بابا؟ الفنات مش هقول لك لا. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد واقفين ورا الكاميرا مش قادرين، بجد طعمها حلو قوي قوي، جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. ولو بقى عاوزين تعرفوا الحاجات الكبده بتاعتنا الحلوه الجامده النهارده دي معموله ازاي، يلا بينا بقى على الطريقه. قبل بقى ما نروح نعرف الطريقه ونعرف سلطه الكبده النهارده معموله ازاي، متنسوش بقى في اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بتاعكم. يلا بينا بقى على المقادير عشان نشوف الكبده دي اتعملت ازاي. دلوقتي بقى يلا نعمل بقى احلى سندوتشات كبده جامده جدا زي ما شفتوها في الفيديو، شكلها كان يفتح النفس جدا وطعمها كان حلو قوي قوي وبطريقه سهله وبسيطه وبتنجز قوي قوي وسريعه، ويعني بصوا حاجه بسيطه قوي بتكات بسيطه قوي تخلي الناس كلها تشم ريحه الكبده بتاعتك النهارده. يلا بينا على المكونات، بس قبل بقى ما نروح ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناه حكاوي بسمه في المطبخ. يلا بينا على المكونات. دلوقتي بقى هنعمل الكبده، هنجيب نص كيلو كبده عصافير. هو عندي بقى ميزه اللي انا بجيب منه بيعملها تحسها اللي هي عامله زي الشاورما، عايزه اقول لكم بتبقى جامده جدا. نص كيلو كميه اللي انتوا عايزينها، وفلفل رومي على حراق وزيت، ودي بقى كوبايه خل وليمون على بعض. دي تكته حلوه جدا هقولها لكم بقى وانا بعملها، وتوم وفلفل اسود وكمون وملح. بس كده، هي دي المقادير بتاعتها سهله وبسيطه قوي قوي. ويلا بينا بقى ايه على البوتاجاز عشان تشوفوا بقى الكبده بتاعتي النهارده. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنجيب طاسه سخنه قوي، لازم تكون سخنه او هنحط فيها الزيت والزيت يسخن. ليه بقى؟ عشان خاطر الكبده ما تجيبش ميتها، يعني بس هي بتحتاج حبه كبده حبه زيت كده حلوين، بس لازم نسخن النار قوي، لان النار الكبده لو بارده، النار بارده لا هتلاقي الزيت، هتلاقي الكبده بارده، يعني مش هتلاقيها جابت ميتها. سامعين الصوت؟ بصوا واعمل تيست كده واحده يعني اشوف لقيتها. ايوه انا هنا بقى في المرحله دي ابتدي انزل ايه الكبده، انزلها واحده واحده. بس كده وهسيبها بقى في الحله الطاسه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى بتبقى جامده جدا. بصوا بقى هحاول ما اقلبش انا كده عشان الزيت كله ما يتفسش في حته واحده. بصوا هحاول ما اقلبهاش، انا هخليها كده لغايه بس ما لونها ما تاخد لون، وبعدين ابتدي اقلبها، لاني لو قلبتها دلوقتي هتجيب ميه بقى وكده هتبقى ناشفه كده ومش حلو. بصوا تحس ان النار بدات بقى ايه تهدى، هو ده الصوت اللي انا عايزاه. اول بقى ما هتاخد اللون هبتدي ان انا اقلبها. شايفين؟ سامعين الصوت؟ فابتدي بصوا اقلب بقى دلوقتي، اقلب كده بقى ايه. بصوا اللون، هتاخد اللون ده لما تبقى كلها بقى اللون ده، هي ما بتاخدش على النار اي حاجه خالص. بصوا بقى كده، بصوا كلها خدت اللون ازاي، هي متقطعه تقطيعه الشاورما دي على فكره بتبقى حلوه جدا. وعامه الكبده العصافير والكبده دي بجد من الحاجات الحلوه، والسندوتشات بتاعتها بتبقى ايه جامده.
بصوا بقى ما جابتش ميه ولا اي حاجه، عشان خاطر تاكد ان الطاسه تبقى سخنه والزيت يبقى سخن قوي قوي. بجد في الوقت ده بتبقى حلوه قوي. دلوقتي بقى خدت اللون الحلو بتاعها. هدي احط بقى ايه، احط الثوم والتوابل، الفلفل الاسود والكمون والملح، حبه ثوم حلوين كده يعني، عشان هي الكبده بتحب الثوم والكمون قوي. بس كده. بصوا بقى اللون في النص كده. بصوا بقى حطينا الثوم هنا في النص. عايزه اقول لكم اول ما حطيت الثوم بقى، بصي حطي معاه كمون وانت بتسلقيه كده، عايزه اقول لكم ريحته جامده جدا بقى مع التوابل. من هنا بقى تبتدي بقى ايه، تشم الروائح الجباره بقى بتاعت الساندوتش بتاعنا الجامد النهارده. اصلا ساندوتشات الكبده والسجق دول من الحاجات الجميله قوي. الثوم بصوا اداها اللون الحلو. طبعا انا هضيف الفلفل اهو، بصوا الفلفل، بس انا بقى هضيف الفلفل في الاخر عشان انا بحبه يبقى سليم كده يعني، ما يبقاش مهري. بصوا بقى والله العظيم من الريحه حلوه قوي، جربوها وتعجبكم جدا. طبعا بقى السندوتشات دي بقى وجنبيها بقى هعمل طحينه والترشي بقى كده المخلل ده، عايزه اقول لكم بقى ايه، هيبقى جامد جدا. سهله وبسيطه في الايام الدراسه الصعبه اللي احنا داخلين عليها دي، الواحد بيبقى نفسه بجد حاجات سهله وبسيطه. واللي متابعني بقى عارف ان انا بحب الاكل السريع يعني، ما بحبش بقى ايه اللي انا افضل اعمل بقى حلويات كتير في الاكل. لا، اكل اختار الاكله الحلوه اللي ولادي كلها تحبها وتبقى سهله وبسيطه. قبل بقى ما نخلص ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في قناه حكاوي بسمه في المطبخ، وتفعلوا زر الجرس. ولو شوفوا عايزين ايه مني يعني عايزين نعمله لكم، يا ريت اعمله لكم. بس انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، انا زعلانه منكم. الحاجه اللي انتوا بتتفرجوا من غير ولا تعملوا لايك ولا تعملوا كومنت ولا اي حاجه. بس كده يعتبر الكبده بتاعتي خلصت، بس ناقص تكه واحده اهم حاجه، لا اطلع الريحه. الكوبايه الخطيره دي ليمون وخل، التكه دي بقى هي اللي هتخلي ريحتها جامده جدا. شفتوا بقى سهله ازاي، حلوه قوي. اسيبها شويه لغايه ما الصوص اللي فيها ده كده يشربه، بجد ريحتها حلوه قوي. بس كده كده كبدتنا خلصت. هروح بقى نحضر عشان اعمل بقى سندوتشات، واقول لكم هنحط ايه في الساندوتش بتاعنا وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى خلصنا الكبده ويلا بينا بقى ايه، نعمل احلى سندوتشات كبده اللي احنا بقى منتظرينها طول الحلقه. يلا يلا. بصوا بقى طبعا لزوم الكبده لازم طحينه، طبعا عاملاها في البيت وطريقتها موجوده على القناه، ارجعوا للصفحه وهتلاقوها موجوده سهله وبسيطه قوي. طبعا مخلل ترشي عادي وعيش بلدي وفين، طبعا في بقى اللي بيحبها فينو واللي يحبها مخلل بالعيش البلدي. هي كده بس عايزه اقول لكم شفتوا شكلها قربينا ملوكه. بصوا جامده جدا حلوه قوي، وطعمها بقى ايه بجد تحفه. نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحه الجباره بتاعتها. سندوتشات كبده دي ولا لا احلى عربي بقى، احنا مش هنعمل كده، نجيب معلقه نضيفه وانا نحط كله على بعضه. بس بصوا بقى كده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بجد حلوه جدا الكبده مع الطحينه، بتبقى بجد طعمها حلو قوي. بس بقى هنعمل كده كل السندوتشات. في بقى اللي بيحبها بالعيش البلدي، في اللي يحبها بالفينو، انتي بقى واللي انتي عايزاه. في زي كده ميكس كده، اللي عايز كده اللي عايز كده، واحد كده وواحد كده. بس سهله وبسيطه، وعملنا احلى سندوتشات في البيت نظيفه ومضمونه، وبجد شكلها يفتح النفس وحلوه جدا. طبعا بقى جنب المخلل بتاعنا الجامد ده هنعمل بقى دلوقتي بقى العيش البلدي. عايزه اقول لكم بقى هي الكبده عيش بلدي، عيش فرنجي، فينو، اي حاجه جميله. بصوا حلوه قوي. تعالوا ووسخنا الرخام. بس كده عربيه بسبوس النهارده. قولوا لي رايكم في عربيه الكبده بتاعتي النهارده، حلوه ولا ايه؟ جربوها بقى بالطريقه دي، حلوه قوي. بس كده سهله وبسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه. متنسونيش بقى في اللايك والكومنت الحلو بتاعكم.